بسم الله توكلنا على الله. النهارده هنتكلم على موضوع مهم جدا لكل بيت ولكل أسرة ولكل صاحب عيال. ازاي احنا نفرز البطاطس صوابع علشان خاطر وقت ما تغلى سعرها يبقى احنا عندنا خزينة نطلع، ما نحرمش أولادنا منهم. ما نقولش الأسعار غالية، لا، نحاول نوفر لهم كل شيء. وأنا بحاول أسهل على الناس الموضوع دوت. هنبدأ بقى نجيب البطاطس بتاعتنا، بطاطس تحمير اللي هي فيها نقطة حمراء. دي جميلة جدا في التحمير أو في الشيبسي بتبقى لذيذة حلوة. ادي النقطة الحمراء احنا بنشتغل عليها ديت. هنبدأ نقشرها عادي خالص، تقشير بالمقشرة بتاعتنا العادية. هنقشر الكمية اللي انتوا عايزينها، أي كمية انتوا محتاجينها هنعملها. نقشر البطاطس بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي كده بسرعة. الموضوع مش هياخد وقت معانا، موضوع سلس جدا وسهل بطريقة غير عادية. هنجيب البطاطس اللي احنا قشرناها وغسلناها، هنبدأ نصبعها. يا اما نصبعها على ايدينا، نقطعها حلقات كده زي الاول بالسم كده. ونجيب بولة فيها شوية مية ونحط فيها شوية ملح، وندوب الملح في قلب المية عشان بس نسبة النشويات اللي الاول كده. ادي البطاطس بنصبعها على ايدينا بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي، او ممكن نصبعها على القطعة بتاعتنا بالطريقة برضو دي السهلة الجميلة ديت. اهم حاجة تكون الصوابع كلها سمك واحد وسوي بعضها. هنصبع بقى الكمية كلها اللي موجودة عندنا ونحطهم في المية والملح اللي احنا حطينا فيهم دي. ادي كمية كلها فيها مية وملح، الصوابع بتاعتها كلها زي بعضها. نبدأ بقى نجيب مية مغلية على البوتاجاز، حلة فيها مية مغلية، ونحط معلقتين ملح، ونحط معاهم نص كوباية خل. عشان انا بعمل الطريقة دي عشان البطاطس بتاعتنا مهما تتخزن من السنة للسنة ما تسودش او لونها ما يتغيرش. هنحط البطاطس بتاعتنا في المية المغلية دي اللي فيها الملح واللي فيها الخل. هنقلبهم وهنسيبهم كده لحد ما اول ما تغلي. مش عايز اسويها، لا، انا عايزة اول ما تغلي كده اشيلها واصفيها في مصفى كده زي ما حضراتكم شايفين. اصفيها ما فيش، واصدمها بميه ساقعه على طول. بقى بعد ما اصفيها اصدمها بميه ساقعه على طول، واقلب عشان خاطر البطاطس كلها تبرد معايا وتهدى. وبرضه اغسلها مره تانية بميه عاديه. ادي كده خلاص الموضوع ده خلص. هصفيها من الميه الساقعه اللي احنا غسلنا فيها. البطاطس كلها ماسكه بعضها ما اتهرتش، لا احنا ما سويناهاش، احنا اديناها غلوه واحده بس. هتجيب قماشه بيضه كده نضيفه، افرش عليها البطاطس، ارص عليها البطاطس اللي احنا نقعناها وغليناها عشان مش عايز فيها نقطه ميه. البطاطس ما تكونش عليها نقطه ميه. واجفف انا بالطريقه دي عشان اشيل الميه الزياده اللي موجوده. واجيب بقى معايا نص كوبايه زيت او 50 مللي زيت بمعنى صح، وهغلف البطاطس بتاعتي بالزيت. هغلفها، افضل اقلب فيها كده لحد ما كل البطاطس تتغلف بطبقه الزيت البسيطه اللي احنا حطيناها دي. ده ليه؟ عشان البطاطس بتاعتنا لما تيجي تتفرز او في التلاجة الصوابع ما تلزقش في بعضها، كل صباع يكون منفصل لوحده. وابدا بقى اجيب الكياس بتاعتنا، احط الكميه اللي احنا محتاجينها او عدد افراد الاسره محتاجينه، الكيس باكله. هبدا بقى افرغ الهواء واقفل الكيس زي ما حضراتكم شايفين كده، واعمل الكميه كلها معايا بالشكل ده كده، وهنحطها في الفريزر. هتقعد معايا سنة للسنة، وفي نفس الوقت لونها ما يتغيرش، وما تقليها بتطلع مقرمشة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.